السلام عليكم. مازال في اطار الحلويات العيد غادي نصايب اليوم واحد الحلوه تقليديه قديمه بزاف. كتصايب بالكاوكاو، كتجي زوينه. هلال بالكاوكاو. كلهم مغاربه يكونوا كلاوها وكتعجبهم الناس بزاف، كي مازال كيشريوها. هنايا عندي 250 غرام ديال الكاوكاو، 250 غرام ديال الكاوكاو. حمرته محمر في الفران، ما فيش الملح. غادي نطحنو في الفود بروسيسور، في الطحانه ديال اللي كنديروا فيها البصله اولا، ومن بعد غادي نعاود نطحنو في الطحانه الصغيره ديال القهوه، حيت بغيتو يجي مطحون مزيان ومعلك ميدم. الكاوكاو طحنتو، ها هو كيجي معلك بحال هكا. طحنتو مزيان بحال اللي كنصايبوا اللوز، العقده اللوز. 250 غرام ديال الكاوكاو. عندي هنايا 50 مليلتر ديال الزبده مذوبه و50 مليلتر ديال الزيت مذوبه، اللي هي نص كاس العنبه نص كاس العنبه. وعندي هنايا 100 غرام ديال السكر، وعندي غندير نص خماره ديال الحلوه طحين على حسب الخليط. طبعا غادي نحتاج بيض البيض والسكر كلاصي تقريبا شي بيض البيض وحده، والسكر كلاصي تقريبا شي 200 غرام، باش غادي نصايب الكريمه اللي غادي نديرها من فوقها. نبدا دابا. اولا غادي ندير الكاوكاو ديالي، ندير من فوق الزبده، وندير السكر، نخدم هذا الشيء مزيان. ما كيدارش فيها البيض هاد الحلوه نهائيا. اكيد غادي تكونوا تذكرتوها، راه واحد الحلوه قديمه في المغرب. زدنا الزيت، راه كتعطي بزاف، واخا غير ديك 250 غرام ديال الكاوكاو كتعطي بزاف هاد الحلوه. غادي نديرو دابا نص خماره، ونبداو نديرو الدقيق بشويه بشويه حتى نجمعوها. نزيدو شويه ديال الدقيق، كيف قلت الدقيق دائما على حسب الخليط، ما كنعبروش انايا. ها هي دابا تجمعات لينا، ما تقصحوهاش بزاف، خصها تبقى رطبه بحال هكا، رطبه. نجمعوها، نصايبوا الكريمه بعدا، عاد نبداو نقطعوا الشهر الحلوه ديالنا. الكريمه قلنا عباره على ابيض بيضه وحده مع 200 حتى ل 250 غرام ديال السكر بودره. غادي نخلطوا هذا الخليط مزيان حتى تولي عندنا واحد الكريمه مزيج ما بين هذا ابيض البيض والسكر كلاصي، كتكون شويه ثقيله، وغادي نزوقوا بها الحلوه ديالنا قبل ما ندخلوها الفران. العجينه ديالنا ها هي كيف جمعناها قبيله. غادي نبداو في التحضير ديال نقطعوها. هذا الكريمه اللي صايبت بيض البيض والسكر كلاصي كتجي بحال الفوندون شويه. غادي نديروها ليها قبل ما تدخل الفران، خاصها تكون شويه هكا جاريه، ما ثقيله ما جاريه. شعلت الفران على 350، هي 180 درجه. غادي نديرها في الوسط، ودائما لتحت الشبكه لتحت فيها طاوه خاويه. غادي نقطعوهم على شكل هلال. واخا عندي هاد القطاعه ديال الهلال ما كتجيش مزيانه بحال الكاس. جبت حدايا شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا لتحت ملي نبغي نهزها. كيف قلت واخا كاينه القطاعه، انا كيعجبني الكاس هو اللي كيعطي الشكل ديال الهلال زوين. ما ترقوهاش بزاف، تبقى موين. دابا غادي نبدا
شي بعد المره راه غادي تهز لكم في الكاس. نديروها في الطاوه، الا جريتوا الكاس راه غادي تهز معكم في الكاس بحال هكا. نحاولوا نجيبوا نفس القياس بحال هكا. غادي نبقى غاديه حتى نكمل العجين ديالي، نعمر الطاوه وعاد ندير ليها التزيين بلا كريمه قبل ما ندخلها طيب. من بعد ما كملنا التقطاع ديال الشهر ديالنا، دابا غادي نديرو لا كريمه. نحاولوا غير بشويه نديروها فوق الشهر بلا ما تطيح لينا لتحت، ما بغيناهاش تطيح لتحت الجناب بحال هكا. هي راه غادي طيب بحال الشكل ديال المورانغ فوق هاد الشهوره هادو، غتجي زوينه بحال هكا. هادشي علاش قلت لكم خصها تجي ثقيله، الا درناها خفيفه غادي تبقى تسيح وتطيح في الجناب. حنا بغيناها تجي كامله مغطيه الهلال ديالنا. نتوما كيبان لكم كيفاش كنصايبها غير بشويه. خديت 2 معالق صغار بزاف وكنطلي ليها الوجه كامل. غادي يتحمر هاد السكر وغادي يطيب وغادي يجي بحال المورين، كيجي زوين بزاف. هيا كملتها. دابا غادي ندخلها الفران ونرجعوا نشوفوا كيفاش غادي تخرج من الفران. الهلالات ديالنا خرجوا من الفران كيجيو بحال هكا، كتجي هشيشه بزاف محمره. هذا كيكون شويه قاصح بحال كيكون خاوي بينه وبين هذا، ولكن هو اللي كيعطيها ديك الحلاوه اللي درناها ناقصه في العجين. كتجي هشيشه، كتجي زوينه بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. واللي عزيز عليه الكاوكاو او حلوه الكاوكاو، هذه هي الطريقه ديالها باش كتصايب. وشكرا على المشاهده.